اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. عايزه تعملي بانيه كفر متماسك وكمان طعم حلو ومستوي وكمان لون يجنن؟ تعالي وانا اقولك تعمليه ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وكمان مفيش اسرع من كده. يعني مش هتسيبيه ساعات في التتبيل. حاجات بسيطة بسهلة وبسيطة خالص، مكونات كمان مش مكلفة خالص. تعالوا نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة كده. أول حاجة مع بعض هنجيب معايا بولة ونحط فيها بيضة واحدة فقط على حسب الكمية الموجودة عندك. يعني لو عندك كيلو بانيه هتعملي بيضتين اتنين بس. أنا عملت خفقت البيضة كده وهحط عليها بقى التوابل بتاعتي. انا معايا توابل ايه؟ بس الاول هحط فص ثوم مفروم، وكمان ميه بصل. معايا بصلايه كده مبشوره، هاخد بس ميه البصل بتاعتها. انا مش هاخد البصل مش هاخد البصل يعني، هاخد الميه بتاعته بس. هعصره كده في البوله بتاعتي واديله تقليبه مع الثوم والبيض. وطبعا هنزل بقى بالتوابل بتاعتي: نص معلقه بهارات مشكله، وبابريكا وكمون وكزبره وفلفل اسود وملح، وكمان لو حابه تحطي شطه. انا حبيت يعني ايه الشطه دي اختياري. كمان هنزل بمعلقتين دقيق كده، اقلب واشوف القوام بتاعي محتاجه على حسب برضو الكميه، برضو محتاجه ايه. انا لقيت اللي لسه محتاجه ان انا احط كمان شويه، هنزل بس كده اقلب تقليبه واشوف الكميه بتاعتي. الكميه بتاعتي هتكفي البانيه الموجود عندي تمام، مش هتكفي هزود دقيق وازود ميه. زي ما انتوا شايفين كده زودت كمان معلقتين دقيق وكمان شوية مية لحد ما اداني القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. قوام مظبوط قوام مظبوط، وكمان طعمه حلو، وكمان ريحته حلوة. ريحة الخليط بتاعي نفسه ريحته جميلة. هقلب بقى فيها وانزل. انا عندي بقسماط وكمان اللي هو البقسماط بتاع الاستريبس ده. قلبت الاتنين على بعض وفضلت اغلف بيه كده. كده طريقة اوفر، بدل ما تحطي في الدقيق وترجعي تحطي في البيض وترجعي تحطي في البقسماط. لا، دي اسرع طريقة ممكن تشوفها في حياتك. هقلب بقى، احط اطلع من الخليط ده وانزل في البقسماط بتاعي. كده مفيش اسهل من كده واسرع من كده. هحط بقى الكمية كلها في الخليط. اسهل لك يعني ان انت تحطي الكمية كلها في الخليط وترجعي تطلعي منه، تقلبيهم كلها تقلبي مع بعضها، وممكن تسيبيه. النور قطع. ممكن تسيبيه في الخليط ده لو حابه ان انت تتبليه. يعني ممكن تسيبيه في الخليط ده حوالي ساعه اتنين على حسب انت حابه تسيبيه ولا لا. بس انا كنت مستعجله وعملته على طول. بطلع من الخليط واقلب في البقسماط واسيبه على جنب، واسيبه احطه في الطبق بتاعي يعني. هعمل بقى الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. الكميه مش بتاخد اي وقت خالص، وكل حاجه سريعه سريعه سريعه. طبعا هنقلب الكميه كلها ونحطها في التلاجة. يا دوبك مش هنكمل، هو بس 10 دقايق بس لحد ما نجهز بقية اكلتنا يعني. اضغطي عليه كويس عشان الكفر يكون متماسك، حلو وحلو معاكي. ويكون كويس يعني ايه، ما يفكش منك في الزيت، وكمان ما يوسخلكيش الزيت بتاعك. شايفين بقى البقسماط بعد البانيه بعد ما خلص. هو ده المطلوب. حطه بقى في التلاجة زي ما قلت لك، وتعالي بقى نعمل بقيه الاكل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه عملتها حطيت حله وحطيت فيها ميه على البوتاجاز، وكمان جبت الطاسه كده علشان نعمل الصلصه بتاعه المكرونه. الميه بتاعتي دي هتبتدي تغلي وانزل عليها بشويه ملح وشويه زيت. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعتنا. حطيت حته زبده وحبه زيت ونزلت عليهم بكام فص توم. انا كنت فارمه توم الفراخ، وكمان للصلصه. هنزل عليها بقى بالبصلايه اللي احنا عصرناها علشان نعمل التتبيله بتاعه الفراخ. احنا هنرميها يعني خساره، البصل غالي. فحطيت البصلايه كده وشوحتها مع التوم. وهنزل بقى بالصلصه بتاعتي. عندك صلصه، عندك طماطم، اللي انت عايزاه. بس الاول هنزل بالتوابل. حطيت ملح وكمون وفلفل اسود، وكمان معلقه بهارات مشكله، وكمان رشه بابريكا. طبعا الطماطم لو متسبكه عندك طبعا انت مش هتحتاجي صلصه. دايما الاكله لما بيكون فيها توم حطي معاها شويه كزبره تديها طعم حلو. فديتهم بقى تقليبه وريحتهم طلعت كده عليا. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي. طبعا الصلصه بتاعتي دي متسبكه، وكمان يعني مش هتاخد وقت في التسبيك. بس انا بحب الصلصه بتاعت المكرونه تكون فيها نسبه ميه كويسه، يعني ما تكونش ناشفه خالص، عشان المكرونه بتاعتي ما تكونش ناشفه وتحس ان هي مجلده كده. لا، خليها كده جوسي كلها في بعضها. هغطيها بقى واسيبها على جنب
لحد ما تغلي لها كمان غلوتين 3 كده، عشان ايه تسبك كويس برضو في الحاجات اللي احنا حطيناها، البصل يستوي والثوم يعني. طبعا انت حابه تعملي صلصه المكرونه بالثوم بس هتبقى كويسه خالص، لو حابه تعمليها بالبصل بس برضه هتبقى كويسه خالص. فايه على حسب ما انت عايزه. هنحط بقى الزيت على البوتاجاز علشان نقلي البانيه، بما ان حطينا الصلصه خلاص هتستوي وكمان الميه غليت، وننزل كمان بالمكرونه بتاعتنا علشان لحد ما تتسلق المكرونه، هيكون البانيه كمان خلص وكمان كله يبقى سخن مع بعض. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وكمان الزيت بيسخن علشان البانيه، والصلصه كمان بتاخد لها كام غلوه على العين التانية. فطبعا بقى كل حاجه مع بعضها. هننزل بقى بالبانيه بتاعنا، شايفين هو ما بيوسخش الزيت خالص، يعني ممكن يوسخ حاجات بسيطه خالص، يعني انت ممكن تقلي في الزيت ده مره كمان. هنزل بقى بالبانيه قطعه قطعه كده، قطعتين بس علشان حراره الزيت ما تقلش، علشان يبقى متغطي بالزيت كمان، علشان لما ما مش كل شويه تقلبيه، لا هي قلبتين اتنين بس، ياخد اللون الناحيه دي واللون الناحيه التانية وخلاص على كده. قومي يلا اتنشطي كده وطلعي صدر فرخه ودلعي ولادك واعملي لهم احلى بانيه. وكمان ما تنسيش تروحي تعملي لايك للفيديو وتكتبي لي كومنت حلوه كده من ذوقك. المكرونه بتتسلق وكمان البانيه بيتحمر واحده واحده كده على قدنا، مش هنستعجل عليه، واحده واحده. انا مش هقلبه غير هي قلبتين اتنين، قلبه كده وقلبه كده، علشان ما مش يتهري. وكمان الزيت، شايفين الزيت هيفضل صافي كده لحد اخر قطعه. شايفين اهو كده اخد لون من ناحيه والناحيه التانية هياخد اللون وخلاص على كده. سيبيه ما تسيبهوش كتير على في الزيت علشان ما ينشفش من جوه، تكون لحمته طريه من جوه كده، ما تكونش ناشفه يعني. وكمان البقسماط بتاعك ما ياخدش لون زياده، لا اللون الذهبي الحلو ده اللي دايما بنشوفه في المحلات والمطاعم الكبيره. كده طلعت اول حته، تاني حته كمان، اول حطه يعني، وتاني حطه حطيتها وخلاص على كده. يعني ايه هنطلع هنشيل قطعتين ونحط قطعتين وخلاص على كده. وخلي بالك ان الطريقه ديت ما بتشربش الزيت، يعني الزيت اللي حطيته هو الزيت اللي موجود في الطاسه في الاخر، يعني دول اخر قطعتين وخلاص على كده. المكرونه بتاعتي اتسلقت والصلصه بتاعتي اتسبكت وزي الفل كده. الاكله بتاعتي جاهزه. هديها بقى تقليبه في الصوص بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. مش انا قلت لكم انا ما بحبش المكرونه بتاعت الصلصه بتاعت المكرونه، الصلصه بتاعت المكرونه الاسباجيتي ناشفه، هي بتكون بالطريقه دي. بتكون المكرونه بتاعتك طريه وتيجي تلفيها في الشوكه بتبقى طعمها يجنن. هديها بقى تقليبه هي كمان وغطيها يا دوبك دقيقه واحده فقط لا غير، تاخد بس تبخر كده وبس. هنطلع بقى البانيه ده وخلاص كده. شايفين الزيت هي نفس كميه الزيت الموجوده، ما غيرتش فيها حاجه. وكمان البانيه هو نفس اللون. تعالوا بقى بعد ما غرفنا كده، ايه رايكم في الاكل بتاعنا؟ على فكره الكاميرا ظلمه لون البانيه جدا، طعمه تحفه وريحته تجنن وكمان لونه فظيع. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. لون جميل جدا 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 وكمان طعم هايل. وكده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لو سمسم. وتعالوا ندوق بس الاول. شايفين ماسك ازاي؟ ادينا قطعتها، لا قطعتها بالسكينه ولا قطعتها بحاجه. تعالوا بقى نشوف الكفر بتاعها، وكمان بتقرمش وجميله. شايفين متماسكه جدا وطعمها تحفه. وكمان المكرونه بتاعتنا شايفين جوسي خالص خالص خالص، بتلف على الشوكه بسهوله. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.